جايز هي أول مرة بطلع من غرفة النوم وبجي بقعد بغرفة القعدة. تخيلوا عبالي غير السينري حقتي. anyway لكملكن كمان سألتوني مش بكير على الفيزيوثيرابي. ما بخبركن شو صار فيي أنا بعد. يعني أنا القيصري ما ضايقني الجرح قد ما ظهري متت وجع منه على اللي صار فيي. ف قلن ظهري كتير عم يوجعني اخر هيدي التيل بون اسمها اسفل ظهري هلكني وما في مسكن عم بشيل الوجع. وهلا للفيزيوثيرابي صرت عامله يمكن شي 8 سيشنز ده شوي مش الحال. عرفتوا ده شوي بطلت عم صرخ من وجع ظهري. فانا القيصر استصعبته بس من ورا وجع الظهر مش من ورا اي حاجه تانية. anyway كمان سألتوني وين ولدت ومع اي حكيم. ولدت بمستشفى الامارات اميريتس هوسبيتال مع حكيم اسمه دكتور فادي ميرزا. جايز قد ما بنصحكم فيه لدكتور فادي ميرزا ما بخلص. من ما شاء الله يا لا بس ما بدي اعطيكم اياه. يعني بدي اياه لإلي. عرفتوا قبل ولادتي راح فاكيشن على لبنان جن جنوني انا. كيف لا عشوائي هيقول لي انت شو خصك فيي. مرته ما قالت له هالحديث انا وزوجي. كيف بدك تروح لما بدك تروح لا خليك شو بك يا زلمه. بجنن. جايز بحكي اخر الليل. هلا مثلا ببعت له مسج اخر الليل برد علي دغري. اسلوبه وطريقته. اخر فتره انا ما كنت عارفه امتين بدي ولد. عرفنا قبل بكم يوم بس لانه كنا يعني انا ولدت قبل ب3 أسابيع من ما لازم. يعني ولدت على 37 اسبوع. هي الحامل بتولد 41 اسبوع اذا ناتشرال. انا على 37 اسبوع ولدت. لانه كانت البلاسنتا يعني المشيمه هيك عم ببلش تختير. عم بصير كان معي قصص بس ما كنت عم قلكن عنهم يعني. بس هيدا الدكتور حسسني يا ويلي شو حسسني باطمئنان. مع انه كان عم بيصير كتير اشياء بحياتي بس كتير رايق كتير حنون. بجنن. وانتبهوا انا بلشت معه لدكتور فادي يمكن كنت بال27 اسبوع. قد ما كنت مرتاحة مع دكتوري القديم خلص تركته. تخيلوا بآخر الحبل مش بالنص يعني 27 أسبوع تركته ورحت لعند دكتور فادي. بس هيك لقيته على الجوجل وقريت الريفيوز عنه قلت خليني أجرب. تخيلوا أنا كنت ناوي أروح ولد بأوروبا من وراه لهالحكيم ضليت هون. عم تتخيلوا لأي درجة. لأنه كان عبالي إنه بنتي تكون خلقانة بأوروبا. عرفتوا فهاي يمكن إشارة لإلك إذا أنت منك مرتاحة مع الحكيم حقتك بنصحك. هلا هو ما بحاجة يعني واحد يحكي عنه. ما شاء الله عنه بضله مشغول. يعني أنا كان عم يعطيني مواعيد الساعة 6 بالليل 7 لأنه من الصبح لبالليل. عرفتوا ما شاء الله يعني بجنن. شوفوا نهار العملية وبعد العملية أصلا شوفوا تقطيبه. ما شاء الله. شوفوا من ايد عليه. آه اهتم اهتمام بالمستشفى منه طبيعي. عن جد بيستاهل اني احكي عنه دكتور فادي ميرزا. اذا منك مرتاحة مع حكيمتك او حكيمي بنصحك فيه على ما تفكر. لكي روحي شوفي بس روحي اتفرج عليه احكي معه كلمتين. شوفي رواقه شوفي كيف بيروقك. وحياة الله بتعرفوا قد ما كان منيح معي وبعده منيح معي. كل وقت عم اقول بدي اقلكن عنه بس ناطرة لحتى اقدر بس اطلع من الحاجة اللي انا فيها لا اقدر اتكلم. ايه بالضبط. يعني مش بتكوني فايقة مزعوجة. بتكوني مش عم بتنامي بس مبسوطة. يعني عم قلها لاختي كأني اشتريت لعبة جديدة. كأنه عندي رحلة تاني يوم بالمدرسة. عرفتوا يا شعور اللي كل وقت متحمسة لهالشي الجديد. لا شعور كتير حلو. يعني عن جد لكل وحدة حامل ايه مزبوط تتعبي بس يعني تعب حلو. لانه تعبك بالحبل بيكون تعب بشع. هيدا لا حمل البيبي حقتك ان شاء الله وهيك بتحسي خلص ملكت الدنيا. انت قاعدة والدنيا كلها بحضنك. يعني ما بقى بتفكري بشي انه انا مش نايمة انا تعبانة. شعور يعني كيف قالت
زي العسل على قلبي عن جد. والحمد لله على نعمة انه وحدة تقدر اسكتي انتي، اسكتي يا بطني اسكتي. انه وحدة تقدر ترضع وتعطي انه الغذاء للبيبي. واللي ما بتقدر كمان او ما عم يطلع لها كمان ما تحسي بالذنب او انبك ضميرك، لانه مش ذنبك، عرفتي؟ بس انه واحد يعمل اللي عليه اكيد، والباقي على رب العالمين. مو والله يا ست الحبايب ما حدا مجنون غيري. اصلا اخبركم شغله، انه البيبي حكيتي بنفس الاوضه يلي نحن عم ننام فيها، يعني في انا وزوجي والبيبي والنيرس، عرفتوا؟ انا كل الوقت موجوده، يعني مش انه هن بأوضة وانا بأوضة وناطرة الكاميرات، وجهي بخلقتي. ف هذا اللي عم بنتبه له كمان، بس بتتغير له او بس انا بتغير، يعني دايما انا موجودة، عرفتوا؟ اذا حملتها غلط، اذا اي شيء، اعملي هيك اعملي هيك. عم كون كابوس للبنات كلها، عم كون كابوس. يا شو بيكرهوني بس ما بهمني صراحة، يعني يا بتعمل الشغلة من قلبك يا اخرجي من حياتي. بس ما بتتخيلوا قد غيرنا نرسال. اي غلطة اذا طلعت تطليعة ما عجبتني ببنتي، يعني ممنوع، او انه ما يعجبها تتخلى او اي شيء، او ما تغير كفوفها، ما تغسل ايديها، او دقرت لوجهها، او قربت على وجهها بلا كمامة، او فاتت على الاوضة بلا كمامة. لا بر اللي بعده في وحدة اجت طاسة برفان وجاي دلت البيت كله برفان. انا قد ايه مش طاسة برفيوم، اشتقت احط برفيوم، اشتقت تطلع ريحتي حلوة، متكلة على الحمام وبس. هي جاية هاي استغفر الله، بالحمام ما بحط الريحة كتير بشعة. قال لها زوجي شو هيدا؟ يا حتى البيبي صارت ريحتها ريحة المرة. ترى كيف طلعي لي بنتي ريحتك؟ يعني ما فهمت انا. لا وهي نفس النيرس بتفل من عندي. تخيلوا انا مشكيتي عليها انه كيف طاسة برفيوم، كيف ما بتعرف تغير حفاض، كيف صار وقتها كذا شغلة غلط معها، يعني عرفتوا؟ طاسة برفيوم ما سمعناها حكي، بس انه ما زعبناها. اوكي كنت عم اقولكم انه دغري عم نقلهم لبرا وهيك، بس لا انه على البرفيوم جانا انه ما بتعرف غير حفاض لزيحة. انا يعني قلت خلص خليها تخلص هيدا السيشن تبعتها، والبنت معي مبأثر، البيبي معي. بتروح بتقوله لمديرة، قالت لي قال احمل البيبي ولازم نيمها. قام المدير بيقول لي احنا برأينا انه ما نكمل. قلت له لحظة ما فهمت، انا ما فهمت عليه، شو عم تتركني؟ مصاحبين انا وياك وعم تتركني 3:30 الصبح هيدا الحديث؟ قلت له ما كون صاحبتك انا ما فهمت، عارف قاع بنجيصة براسي. قال لي ايه ما هي قال تعبت. قلت له انا عم بدفعلها بالساعة، يعني انتم ما عم تشرجوني بالنهار 12 ساعة، انتم بير اور يعني بتدفعيني على الساعة، بتدفعني، بدك اياني الا قاعدة وانا بعمل؟ ما فهمت. بتحكيني الساعة 3:30 يا مدير انت يا قدير، انا بفرجيك. رح احط الريفيو عليكم على الجوجل. وكنت معهم عاملة كمان هو الفيزيوثيرابي، نفس الشركة يعني هن جايبين الفيزيوثيرابي. قلت له انا ال10 سيشنز اللي دفعتهم تردلي هن، كنا مخلصة يمكن 2 سيشنز، بتردلي ال8 الباقيين المصريات. ما بقى بدي اعمل شي معكم. لا وسوري وما سوري. قلت له سوري ولو بتحكيني 3:30 الصبح جاي تقلي تعبت؟ شو جاي تتمنكح عندي؟ يعني جاي بحط لها ارجيله. قلت له جاي حاطه برفيوم بحط لها ارجيله، يعني هيك جاي حاطه برفيوم، حتى حط لها ارجيله وبدق لها صاحبها يجوا بيقعدوا هون بالصالون وبتسلوا وانا بدفع بالساعه. شو رايك؟ يي سوري انا كنت فاهمين غلط. anyway الشركه ما عدنا تعاملنا معها، يعني ضليتني متيسة على الموضوع يعني.